السلام عليكم حبيباتي، كراكم دايرين؟ صحتكم بخير؟ راكم غاية مع رمضان. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. نتمنى يا ربي ان شاء الله يكون هذا رمضان يتقبله مني يا ربي، وصحة عيدكم وعيد مبارك على الجميع يا ربي. و شو العمري. خلينا نسجلو. يا عمري، اليوم جبت لكم ماسك الشباب، ماسك خفيف ظريف صراحة، عندكم كاع في الدار. راكم عارفين العيد وواحد باش يدير نيطواياج ينقي وجهه وكل شيء. هذا الماسك يتكون غير من مايزينا وبياض البيض، ما فيش مقادير بزاف. هذا الماسك يعطيكم نضاره للبشره، يقلع البقع الداكنه مليح، اللي يغيد يزير البشره. راكم عارفين الفوائد تاع البيض، يزير البشره تاعنا، ومليح البقع الداكنه. والمايزينا تاني تعطيك بياض واشراق للبشره، وتعطيك رطوبه تاني، يعني كلتا في العنصرين زعما مليح للبشره. انا غادي نعطيهم لكم كما نقولوا حنا بطريقه مختلفه، مش كما الطريقه اللي تعودتوا عليها. كاين بزاف ناس الماسك يخلطوا بياض البيض مع المايزينا هكا، يميلونجوهم ويديروهم. بس انا الطريقه تاعي ماشي كيما هكا، طريقه مختلفه. غادي نوريكم كيفاش ديروا. غادي نسيلكم انا على اليد تاعي، ديروا هكا بالبانسو ولا باي حاجه عندكم. ديروا الاولى بياض البيض وحده، ومن بعد فوق بياض البيض ديروا المايزينا كما كتشوفوا هكا بودره، تحطوها فوق هذاك البياض البيض اللي درناه. يعني ديروا طبقه تاع بياض البيض وطبقه تاع المايزينا، تعمروا كاع كيما نقولوا حنا البشره تاعكم، المنطقه اللي غديروا فيها. باسكو هذا الماسك مليح بزاف. هذا الماسك معروف في المايزينا وبياض البيض. ومن بعد نزيدوا طبقه واحده اخرى تاع بياض البيض كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ما تمسحوش، غير هكا تحطوا بياض البيض فوق المايزينا، يعني ديروا طبقه فوق طبقه. باش حنا على بالكم هذا الماسك غادي من بعد كي نقلعوه هذوك الشعيرات الرقاق اللي يكونوا عندنا في البشره تاعنا، كي نقعدوا نقوموا حتى هذوك الشعيرات ينقلعوا. يعني يقلع حتى الشعيرات هذوك الصغار اللي في الوجه، ويعطيك كما نقولوا حنا نضاره للبشره، رطوبه، ويقلع لك البقع الداكنه. بصح خصك تداومي عليه كل سيمانه، عندك ديري هذا الماسك مليح بزاف يعني. ويزيد يزير لك لابو تاعك مليح للتجاعيد 100% البيض. كما كتشوفوا انا اللي خليته ينشف غير شويه باش نوري لكم العمليه، وما زيدوا خلوه ينشف غايه. من بعد ديروا هذه الطريقه حركات دورانيه هكا في الوجه، وراكم تقوموا في الفيزاج تاعكم وديروا حركات دورانيه او ميم طون. ما تزيروش بزاف، يعني غير هكا حاجه خفيفه كما كتشوفوا بهذه الطريقه اللي راني ندير فيها انايا. بهذه الطريقه اللي راني ندير فيها انا، حتى الشعيرات قلت لكم هذوك الرقاق اللي يقعدوا في البشره تاعنا ينقلعوا، ما يقعدوش. يعني داوموا على هذه الطريقه مليحه بزاف. وهذا الماسك والله لا فيه منفعه جد جد رائعه. كما كتشوفوا انا غير يديا ماني دارت لها لا غوماج لا حتى حاجه. راكم تشوفوا عطاتني يعني نتيجه من اول استعمال. هذا بالنسبه للمايزينا وبياض البيض. غادي نعطيكم حبيبتي ماسك واحد اخر مليح بزاف تاني راني نداوم عليه. يعني انا هادو داومت عليهم شهر رمضان تاني وقبل رمضان وعطاوني نتيجه. هذا الماسك يتكون غير من زوج تاني تاع مقادير. عندنا روز مطحون، هذا الماسك تاع الروز مطحون مليح بزاف البشره. وعندنا الحليب، يعني روز مطحون تشريه مطحون ولا تطحني عندك وحدك في الدار. انا جو بريفير تشريه وتطحني في الدار، يعطيك نتيجه خير. تخلطيه غير مع شويه تاع بيض كما كتشوفي، يعني قد ما تكوني كريمه. كي تشوفيها كي تكونت ككريمه ما تجريهاش بزاف ما تنشفيهاش. عفوا. ومن بعد نضيفوا لها شويه تاع زيت الورد، يعني زيت الورد اختياري زعما، انا بغيت نزيد فيه شويه تاع زيت الورد بس انا زيت الورد يخرج عليا. تخلطوا هكا الروز مع الحليب، تشوفوا صايل القوام تاع الروز تشمخ غايه ولا كل الكريمه. ضيفوا له شويه تاع زيت الورد. كما قلت لكم زيت الورد تبغوا ديروه تبغوا لا. نحطوا هذا الماسك الوجه كما قلت لكم قبل ما ديروا له ماسك ما تنسوش خاصكم تكونوا نقيتوا لابو تاعكم ودرتوا لها ان غوماج. توجور الغوماج يجي قبل لو ماسك، باسكو الماسك ما ينفعش فيك الا ما درتيش لو غوماج تاعك. كي يكون عندك الوجه نقي ودرتي له غوماج تاعك، تحطي الماسك تاعك فوق هذاك الوجه، البشره تكون نقيه باش تعطيك النتيجه زعما كيما كي باغيتها انت. كما كتشوفوا انا حطيتها لكم غير على يدي باش تشوفوا. وديروا هكا حركات دورانيه بهذا الروز، منها يقلع لكم هذوك الاوساخ
يعني الترسبات اللي يقعدوا في البشرة، ويعطيكم تاني نضارة يعطيك بياض للوجه. يعني عنده نتيجة رائعة تاني. نعطيكم ان غوماج واحد اخر شباب بزاف ديروه، يعني حبة تاع بيض كي تهرسوها، البيض درنا به ماسك، ولو جون ديال صفا البيض غادي نديرو به غوماج. هاد الغوماج رائع 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 بزاف تاني للبشرة. يعطيك رطوبة هائلة للبشرة، يعني يعطيك نضارة. يعني فوائد تاع البيض معروفة، اللي ما تعرفش فوائد البيض تدخل في الانترنت تبحث تشوفوا فوائد تاع البيض شحال فيهم فوائد. نديرو صفار تاع بيضة، نديرو معاه ملعقة تاع زيت الزيتون. صفر بيضة مع ملعقة تاع زيت زيتون، تخلطيه غاية وديري هكا في البشرة تاعك تكون قية، تخليه حتى ينشف كاع الوجه تاعك، يولي تشوفي لو ماسك تاعك نشف عادة، تولي تقومي في البشرة تاعك. واخيرا حبيباتي، كي تكملوا كاع لي ماسك تاعكم، ديروا ما ورد في قطنه، تنقوا كاع الوجه تاعكم ولا لوسيو، ولا ترشوا الماء ورد وتخلوه بطبيعه الحال. نتمنى يكونوا فادوكم هاد لي ماسك اللي عطيتهم لكم، وهاد النصائح. ما تنسوش تدعموني وتشتركوا معايا في القناه حبيباتي، ديروا لنا جيم باش يوصل الفيديو لحباباتكم صحاباتكم. مع السلامه وصحه عيدكم حبيباتي.